الصومال. الصومال بلد ما شاء الله عليه مليء بالحفاظ، مليء بأهل القرآن الكريم، مليء بمحبي كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل يوم تكاد تأتيني رسالة من الصومال تشعرني باهتمامهم بالقرآن الكريم ورغبتهم في الحفظ ورغبتهم في القراءة. فالصومال ما شاء الله، حتى حدثني أحد الإخوة أن في الصومال قبيلة من القبائل لا يزوجون إلا حافظا للقرآن الكريم. يعني بيجي حافظ بيخطب، بيجي شخص بيخطب، الحافظ يزوجونه. إذا كان ما هو حافظ يعني معيب، لا يعني أصلا يستحيي أن يتقدم إلى تلك العائلة وهو غير حافظ للقرآن الكريم. سبحان الله، هذا أول شرط. والله شيء جميل جدا. يعني في أيامنا هذه الشروط هنا، إذا واحد ما معه شهادة جامعية أو ما معه ثانوية، يعني بعض هنا عندنا، أو ما معه شهادة، أو ما عنده عمل، أو ما معه فلوس مثلا معينة، أو ما معه مهر وقدره ما أدري كم ليرة ذهبية، أو ما معه دولارات، أو ما معه كذا، يعني هذا لا الفتيات لا يقبلن به. لاحظوا الشروط الدنيوية كيف هي لها الأولوية. ولكن في بعض قبائل الصومال الشرط عندهم هو أن يكون هذا الشخص حافظا للقرآن الكريم. والله هنيئا لكم، اللهم أكثر من هذه القبائل الطيبة، وأكثر من هذا الخير في هذه الأمة.